وسهلا بكم في قناة ميشا سبيس. في هذا الفيديو سوف نقوم بتحضير مقروط في الفرن صحي 100%. سوف نحضره بدقيق القمح الكامل. كل مقادير هذه الوصفة صحية، وسوف نرى مكون الذي يحافظ على طراوة هذه الحلوى ولمدة طويلة. وصفة مناسبة ليوم العيد نزين بها الطاولة، ومناسبة لجميع الفئات العمرية، خاصة لأصحاب السكري وأصحاب الحمية. حقيقة وصفة صحية بامتياز، جميلة شكلا ومذاقا. إذن طيلة شهر كامل من الصيام نحاول عدم الإكثار من السكريات، خاصة في يوم العيد، والتركيز على الوصفات الصحية، وبالتالي محافظة على توازن هرمونات الجسم. إذن سوف نرى المقادير وطريقة التحضير مع بعض. على بركة الله أحتاج دقيق القمح الكامل أو سميد القمح الكامل. سوف أخذ 3 مكيالات متساوية. المهم استعمال نفس المكيال، صغير كان أو كبير حسب عدد أفراد العائلة. أبدأ في استعمال المواد الجافة أولا بهذه الطريقة. أضيف ملعقة صغيرة من الملح، والمكون السري الذي يبقي على طراوة حبات المقروط هو بيكربونات الصوديوم. أضع ملعقة صغيرة. أقوم بخلط المواد الجافة مع بعض، ثم أضيف مكيال من السمن نباتي صحي 100%. وضعته على النار حتى أصبح سائل. يجب أن يكون بارد تماما حين وضعه على الدقيق. أقوم بمزجه جيدا باستعمال اليد حتى تنسجم كل المواد جيدا مع بعضها. أنا استغرقت حوالي ربع ساعة في مزج المكونات بهذه الطريقة حتى تتداخل فيما بعضها جيدا. أقوم بتغطية الخليط بهذا الشكل وأتركه ليلة كاملة. من جهة أخرى أقوم بتحضير التمر. بعد نزع النواة أقوم بوضعه على البخار وهرسه جيدا. بعدها استعملت هذه الآلة تساعدني كثيرا في التخلص من النواة الصغيرة. أضفت ملعقة صغيرة من القرفة والقليل من زيت الزيتون ليكون التمر لين ويساعدنا في العمل. وأضيف السمسم محمص، أقوم بهرسه أولا. بعدها أضيفه إلى التمر. يمكن إضافة أي منسمات تشاءون. أقوم بخلطه جيدا وأتركه جانبا. في اليوم الموالي أحضرت دقيق القمح الكامل بعدما ارتاح ليلة كاملة. أقوم بجمع هذا الخليط باستعمال الحليب وماء الزهر والماء، بخلط كل هذه المكونات مع بعض بهذه الطريقة، وأجمع بها هذا الخليط. استعمال الحليب في هذه المرحلة يعطي للمقروط طراوة وليونة أفضل من استعمال الماء وماء الزهر فقط. أقوم بتبليل العجين على دفعات، يعني هذا الدفعة الأولى سوف أعملها مباشرة حتى تحصلت على هذا القوام الطري يشبه إلى حد ما العجين. أخذ جزء صغير من العجين، أقوم بتشكيله أسطواني بهذه الطريقة. أقوم بوضع فراغ بهذا الشكل لوضع التمر، يعني نفس طريقة تحضير المقروط، فقط استعملت هذه المقادير الصحية للحصول على وصفة صحية 100%. أحاول إخراج الهواء بهذه الطريقة وأعطيه شكل أسطواني أملس ومتساوي. بعدها استعمل هذه القوالب خاصة بالمقروط. هناك عدة أشكال وأحجام لإعطاء شكل متساوي لحبات المقروط، وكذلك الشكل الجميل من السطح. تحصلت على هذه الحبات. أقوم بنزع الزوائد باستعمال قاطعة العجين، ثم أقوم بتشكيل حبات بهذا الشكل وأضعها مباشرة في صينية مفروشة بورق الطهي. شاهدوا شكل الحبات جميل
ومتساوي في نفس الوقت. أقوم بالعمل على ورق بلاستيكي يساعدني كثيرا في العمل لتفادي التصاق العجين على طاولة العمل. إذن أقوم بمواصلة جمع الخليط بنفس الطريقة حتى الانتهاء من كل الكمية. أترك حبات المقروط حوالي نصف ساعة على هذا الشكل للحفاظ على مظهرها الخارجي قبل إدخال الصينية إلى الفرن. بعد ذلك أدخلها إلى فرن ساخن على 180 درجة حوالي 20 دقيقة حتى تكسب لون ذهبي من الجهتين. تحصلت على هذه الحبات كما تشاهدون. فور إخراجها من الفرن وضعتها في دبس التمر. أغطي الحبات من كل الجهات وأتركها تتشرب قليلا. يعطي اللون الجميل لحبات المقروط وذوق مميز. بعدها أستعمل المصفاة في هذه المرحلة لتصفيتها من دبس التمر، وأواصل نفس العملية مع باقي الحبات. يمكن وضع دبس التمر فقط على السطح الخارجي للحبات لأن حبات أصلا طرية. أننا استعملنا بيكربونات الصوديوم للحفاظ على طراوة المقروط. أنا أعطيكم فقط الأفكار ولكم الحرية في طريقة العمل. أنا فضلت نقع حبات المقروط مباشرة داخل دبس التمر لإعطاء المظهر الجميل وذوق الرائع. يمكنكم تحضير هذه الوصفة للعيد إن شاء الله لأنها سهلة وصحية في نفس الوقت كما تابعتم خطوات العمل. لا تتطلب مكونات كثيرة وبالتالي نتمتع بأكل حلويات صحية ولذيذة. نواصل العمل بنفس الطريقة مع بقية الحبات. بعدها نلتقي مع بعض على طاولة التقديم لرؤية النتيجة النهائية معا. إذن ها هو مقروط الفرن الصحي بدقيق القمح الكامل جاهز على طاولة التقديم. لون رائع وشكل مميز. بمقادير بسيطة وصحية تحصلنا على مقروط صحي 100%. يمكنكم تقديمه على هذا الشكل، يعني منقوع في دبس التمر، كما يمكنكم تقديمه بهذه الطريقة بوضع دبس التمر فقط على وجه الحبات بهذه الطريقة. يعني لكم حرية في كيفية تقديم المقروط. تابعتم معي إذن وصفة تحضير مقروط الفرن بدقيق القمح الكامل بكل أسراره ليبقى طري لفترة طويلة. حقيقة وصفة صحية ولذيذة، أنصحكم بتحضيرها دون تردد. حبات المقروط الصحي تبقى لفترة طويلة محافظة على الطراوة. بالنسبة للحشو أيضا الذي هو التمر يبقى أيضا لفترة طويلة محافظ على طراوة كما تشاهدون. حبات رائعة ولذيذة. إذا أعجبكم الفيديو شاركوه مع الأصدقاء والعائلة ليستفيد الجميع من الوصفة، وكذا الضغط على زر الإعجاب ودعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد. شكرا على المتابعة ونلتقي في وصفات جديدة إن شاء الله. سلام.